أتعالج. الله سبحانه وتعالى سهل علي هذا الأمر. أنا من 15 سنة أو أكثر دحين تقريبا كملت 18 سنة وأنا أتروش بالماء البارد صيفا وشتاء. وجدت صحة ونشاط وجمال وتيسير، يعني إني أنا يصير عندي نشاط، أستطيع إني أنا سبحان الله ما يكون عندي كسل حتى في البرد. استحمام بالماء البارد من أساسيات البرنامج. أيضا من أساسيات البرنامج دهن زيت الزيتون قبل النوم، وهذا الشيء ما له مثيل في التغيير الجذري في النوم العميق، الأحلام الجيدة، تكون محفوظ. انت نمتي مثلا على أذكار الصباح، على أذكار النوم، وبعدها دهنت زيت الزيتون، فحتحس انك انت تنامي نوم عميق من غير اي نوع اذى. او بعض الاخوات اللي يجيهم تحرشات، ندهن الجسد كله نعم قبل النوم. وانا اعرف انه هذا الشيء قد يكون مزعج، بس والله العظيم ما تصدقوا الراحة اللي حترتاحوها. اول شيء زيت الزيتون حلو للبشرة، ثاني شيء ينعم البشرة ويوحد لونها ويشد البشرة ويعطيها يعني نضارة. فيعني البرنامج قوي جدا جدا جدا، والحمد لله بفضل الله عشرات الآلاف معانا من الأخوات والإخوة بدأوا وطبقوا ووجدوا تشافي تام. أول شيء لأمراض القلوب. من أمراض القلوب التعلق والشرك والعياذ بالله، التعلق بالناس والتعلق بالدنيا والتعلق بالأسباب. فلما بدأنا في الاستغفار ربنا فتح علينا بالاستغفار وفتح علينا بالقرآن، ودمجنا الاستغفار مع القرآن مع باقي البرنامج، صار التعلق إني أنا كيف أنا أقوم بورد اليوم، ما صار متعلقين بالأسباب. التعلق بالأسباب أصبح عندنا قليل، وبالذات لما ربنا فتح علينا بعد ما شفنا مطر الاستغفار، ربنا فتح علينا بتكرار سورة البقرة. طبعا هنا في سؤال جاني في قناتي في التطبيق الأحمر عن التعلق، كيف أنا أتخلص من التعلق؟ والله بدون استغفار، بدون قرآن، بدون تكرار سورة البقرة ما في تشافي من التعلق نهائيا، والله العظيم. يعني شكرا صور العفية، شكرا، آمين وإياكم. التعلق مرض سببه قلة ذكر الله. الإنسان اللي يجعل أمانه في إنسان مثله، أمانك في زوجك ولا أولادك ولا وظيفتك ولا جمالك ولا مالك ولا الأمان والشعور إني أنا بخير مع غير الله، أعرفي إنه هذا نوع من أنواع الشرك. مهما سميتيه أنت حب ولا إني أنا، لا، هذا شرك.